انت متكيف النتائج خلال 24 ساعه؟ طبعا وانا ابقى شهر اني تبقى تنتظر. ابقى انتظر وانا 24 ساعه. لا دي شوف الفيلم شلون انه من تبقى انت 3 اسابيع لو شهر تنتظر. جيب الصناديق، ودي الصناديق، دخلن الصناديق، وقعن الصناديق، انشالن الصناديق، طبن الصناديق، طلعن الصناديق، انكسرن الصناديق، انفتحن الصناديق، اتغلفن الصناديق، انضربن لك الصناديق. هاي شنو هاي؟ أنا على أبوكم يا أبو الصناديق. شنو لك انتم؟ شهر 21 يوم ملوعين شعب بأكمله. طبعا اكو واحد اختصاص بتزوير هاي الصناديق اللي انا عددت الكسى المراحل شلون تطب شلون تطلع ما شنو مزور، وهذا شغلته يجيب تريلات صناديق يطبب ويطلع من هنا. وواحد ثاني هاي اللغوه شنو؟ مدخلينا انتم بهاي اللغوه شنو؟ وشاغل ارض معرض بغداد الدولي قالت الصناديق وحكت الصناديق والعدو الفرز والما ادري شنو. يا صناديق انتخابات بكل العالم، كل العالم، يعني انا اتحجب بس احنا البلد الوحيد يختلف عن العالم. وين؟ بالمدرسه تجري الانتخاب، اعلن النتيجه بالمدرسه، تتصور راسا تطير بالفيس وبالواتساب وبالفايبر وبالهذا تطير الكل دقيقه. والمحطات الفضائيه عرف هاي المحطه منو الفاز منو الخسر منو الكذا. النتائج تجمع، ثاني يوم تعلن بشكل رسمي خلال 24 ساعه. شنو هاي قصه الصناديق؟ خلي افتهم هاي مال الصناديق وعدو فارس وما ادري شنو هاي، شنو هاي مطبقينها انتم هاي اللغوه؟ هاي ليش؟ ما اريدها انا. حتى تلعب بكيفك، حتى انت تصعد وتنزل، حتى تنزل بالقوائم مثل ما يعجبك، حتى تمزق وتذب وما ادري شنو، ويوميا نلقى ورا الحسينيه ورا هذا ورا القناه كومه اوراق وكومه صناديق. بطلوا هاي السلعه مو سلعه. هي هم سلفه بيناتهم يداوروها. اي هاي هم سلفه. سلفه ارقام، هذا الك هذا الي يصدوا بيه. يبطلوا هاي السلعه، بطلوها. نريد نحددكم انه النتائج تعلن بعد قفل المحطه، بعد انتهاء العمليه الانتخابيه مباشره ورا ساعتين. كل مدير محطه هو يقدر يعلن بالمدرسه مالته بالمحطه مالته انه عن النتائج. ثاني يوم اعطيك مجال، راح تقول لي انت على مستوى العراق تريد تجمعهن النتائج. آلاف المحطات الانتخابيه مو صحيح؟ اعطيك 24 ساعه، ثاني يوم هي عمليه حسابيه. يعني في شيء اولي وبعدين تعطيني مضبوط. اي ما اخليك انا 21 يوم تضحك علي، حتى وما اخليك تتلاعب بعواطف الناس وتضحك على الشعب. راح اجيك على هالموضوع حتى تكون السالفه عليهم قاعد وما اخليك تقولي دقيق هارون، لان انت تسال السؤال خطير ومهم كون استوعبه من جميع النواحي. ما اخليك انا ابو الكتله اللي ما بيدي الحكم وقايل لي جيب مندوبين يدخلون عنك، من ادزهم للمندوبين ما تدخلهم المعرض بغداد الدولي. ما اخليك هالمره، ما اخليك، لان انت مزور ولص وملعون والدينك. انا ما عندي ثقه بك، خليني استخدم المصطلحات الحقيقيه. ابد ما عندي ثقه بك، لان جربتك باكثر من انتخابات، شفتك ابد مو نزيه ومو شريف. لانه انا وكلائي ومندوبيني ما خليتهم يدخلون، فما اعرف النتائج وانت ايش لعبت وايش سويت، ما خليتهم. بس غيري من الكتله الاخرى اللي هي بيدها السلطه والمال دخلت له الوف المندوبين يلعبون بكيفهم.